سيدخل عليكم عكرمة ابن أبي جهل مسلما فإياكم أن تذكروا أباه بسوء أمامه. ده كان كلام رسول الله وأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل لحظات من دخول عكرمة ابن أبي جهل عليه عشان يعلن إسلامه. درس من رسول للأمة وحبيب الله في الأخلاق. حلقة النهاردة مختلفة، هتكلم عن قصة الصحابي عكرمة ابن أبي جهل في أحد الغزوات ضد الروم. أنا محمود ممدوح ويلا نبدأ. عكرمة ابن عمرو ابن هاشم، والده كان الملقب بأبو جهل، طبعا كلنا عارفينه. المهم ان احد الغزوات ضد الروم اوشك نص مليون جندي من الروم على تدمير جيش المسلمين، ولكن يمسك الفدائي البطل عكرمة سيفه ويتخذ في لحظات اصعب قرار ممكن يتخذه اي انسان على وجه الارض. قرر عكرمة الموت، قرر الفداء، قرر التضحية، قرر الاستشهاد. افهمها زي ما تفهمها، بس المهم ان هو قرر التضحية بنفسه بهدف رفع كلمة الدين وعشان الاسلام يكمل ويوصلنا حاليا. نرجع لموضوعنا. نادى عكرمة في الناس بصوت يشبه الرعد وقال: يا ايها المسلمون، من يبايع الموت؟ يعني مين يختار الموت؟ فيتقدم بعدها 400 فدائي اللي اتعرفت وقتها بكتيبة الموت الإسلامية. وفي اللحظة دي تدخل سيف الله المسلول خالد بن الوليد عشان يمنعه من التضحية بنفسه. بص له عكرمة وقال له والنور خارج من وشه: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله سابقة، أما أنا وأبي كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. لقد قاتلت رسول الله في مواطن كثيرة وأفر من الروم اليوم. يعني أنا قتلت ضد سيدنا محمد كتير وعاوزني النهاردة أخاف وأهرب من الروم؟ قال: هذا لن يحدث أبدا. وبعدها تنطلق كتيبة الموت الإسلامية في هجوم مفاجئ باغت الروم وفاجئهم، وكان المسلمين زي الأسود الجارحة هجموا على الروم وكسروا جماجمهم بالمعنى الحرفي. ويتقدم الفدائي ورا الفدائي من وحدة الموت العكرمية اتجاه مئات الآلاف من جيش الإمبراطورية الرومانية. وتقدم عكرمة ابن أبي جهل بنفسه لقلب الجيش الروماني عشان يكسر الحصار على جيش المسلمين، وفعلا يقدر يعمل ثغرة في جيش العدو بعد ما هجم عليهم هجوم طالب فيه الموت. فلاحظ قائد الروم وأمر بتصويب كل السهام على الفدائي عكرمة. يقع بعدها فرس عكرمة على الأرض من كتر السهام اللي جت فيه. بعدها يقوم قائد كتيبة الموت الإسلامية عكرمة ويتوجه لوحده في اتجاه جيش الروم ويقاتلهم بسيفه، ولكن يصوب الروم السهام في قلبه. فلما شاف المسلمين المنظر ده اختلطت المشاعر في قلوبهم، فيندفع الفدائيين وكتيبة الموت على قائدهم عشان يموتوا في سبيل الله زي ما بيعوه في بداية قصتنا. الروم ما صدقوش عينهم وهم شايفين ال400 فدائي وهم رايحين للموت المؤكد برجليهم. بعدها ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب الذين كفروا، فلما شاف باقي المسلمين المنظر الإنساني البطولي ده اختلطت مشاعرهم، فقدروا بفضل الله وبفضل الوحدة الاستشهادية كسر الحصار على جيش المسلمين. وبعد فك الحصار فضل يدور خالد بن الوليد عن ابن عمه عكرمة، فلقاه واقع بين اتنين من الكتيبة الفدائية، الحارس ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، والدم بيسيل منهم كلهم. فطلب الحارس ابن هشام يشرب مية، وقبل ما يشرب بص لعكرمة وقال لحامل المية: أعطي عكرمة فهو أشد عطشا مني. فلما الساقي قرب المية من عكرمة شاف عكرمة عياش جنبه، فقال لحامل المية: احملها أولا إلى عياش. فقال عياش: لا أشرب حتى يشرب أخي الذي طلب الماء أولا. وقتها التفت الناس ناحية الحارس ابن هشام لقوه توفى، والتفتوا العكرمة فلقوه استشهد، فرجعوا العياش عشان يشربوه لقوه ما عادش بيتنفس. ودي أقل قصة من قصص صحابة الرسول. شوف قد إيه عكرمة ما كانش فارق معاه حياته قد ما هو عايز يفك الحصار عن المسلمين، وإزاي حتى وهو بياخد أنفاسه الأخيرة هو وأصدقائه بيأسروا على أنفسهم المية عشان بعض، رغم إنها كانت آخر شربة مية لكل واحد فيهم. هم دول الأبطال وفخر الإسلام اللي لازم يتم تدريسهم في المدارس، ودول ينطبق عليهم الآية رقم 23 في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق الله العظيم. رضي الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وده كان كل حاجة في فيديو النهاردة. أتمنى تكون استمتعت معايا، وما تنساش تعمل لايك وتسيب تعليق جميل تحت الفيديو. أنا محمود ممدوح ودي قناتي على يوتيوب. إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقات، ترنو السلام فتوجت أبطالا.